رانا جايين انا الساعة المغرب، رانا جايين حتى احنا ان شاء الله راح نديروا سيدي المناورات في الحدود، زكارة في المغرب وفرنسا. رانا نوجدوا الماتريال نتاعنا، رانا في تدريب شاق، رانا نتدربوا سيدي حمولتك في الابانشي تاع الجزائر على الخشب بطريقة على الهواء مباشرة. شوفوا السلاح هذا بسلاح هذا ان شاء الله راح نديروا مناورات ضدكم، زكارة فيكم يا ناس تاع المغرب في الحدود. نتوما كي تخبطوها بالسلاح هذاك اللي جبتوه جديد هذاك، احنا راه هكذا ثم هكذا ثم هكذا في جنب نتاعكم، احنا راه نخوفوا ما شاء الله، احنا راه القوة ان شاء الله راه ما نخليوكمش يعني تململوا، يعني كي تبداو مع السلاح الجديد هذاك حتى احنا راح نديروا ان شاء الله بارك الله فيكم مناورات نتاعنا، رانا نستعدوا في التدريب. شوف الله يبارك، شوفوا يعني راه هذا تسريبات من المكان خاص للسلاح الجزائري القوي، القوة ضاربة في المنطقة. ها اولك شفتوا، ربما راكم شفتوا يعني التدريب كانت التسريبات يعني ادق، يعني واحد الاخ هو اللي جاب لنا التسريبات هذه، يعني ما كانش من المفروض انه يتفضح القضيه هذه، ولكن على العموم هذه رانا نخوفوا فيكم، رانا في التدريب بارك الله فيكم. يو كارثه اول مره نشوف الجيش يعني يدير مناورات او يقوم بالتدريب بالطريقه هذه، جامي شفتها حتى في الافلام، جامي شفتها بكل صراحه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، كل مره جديد. اعطونا رايكم خوتي. بهدلتوا بينا الله يبهدل بكم، بهدلتوا بينا الله يبهدل بكم، خليتونا ضحكا لزناش، خليتونا ضحكا لزناش. الناس دشن في مصانع تاع طائرات بدون طياره، طائرات بدون طيار، صواريخ عابره للقارات، طائرات نفاثه، محركات مش عرفنا هيدروكربونيه، ميتافيزيقيه، تدشين كذا تدشين كذا. احنا راح يدشن في ملبنه تبيع الرايب والحليب، وفرحانين الوالي والسلطات المحليه انه خلص بالكارت فيزا. يا ودي عيب، انجاز عظيم انه خلص بالكارت فيزا وفرحانين. الكارطه تاعك هذه لا تعال خلص بها وهايله، وهايله تحطها بركه وتخلص نورمال، مش قاعد دراهم. والو تكنولوجيا. خلي المراكي يضحكوا علينا، خلي المراكي يشبعوا ضحك علينا. بهدلتوا بينا الله يبهدل بكم، بهدلتوا بينا الله يبهدل بكم، خليتونا ضحكا لزناش، خليتونا ضحك. رمضان 2025 يلا شنا على الحليب 8 تاع الصباح، قوة ضريبة. لا حول ولا قوة الا بالله. تفرج الحليب ما كانش، مع الاسف الشديد نفس المعاناه ما زالت. هذا الفيديو من داخل الجزائر، وهذا الشخص يقول في 2025 يعني يا الحمر والبعره اللي يجيو يقولوا ما كانش منها. هذاك الفيديو صرا مره في التاريخ، هذو المراركه فقط حبوا يديروا يروجوا لهذه القضيه، ولكن راه ما كانش منها. هذا الفيديو هذا واش قال الاخ كي صور؟ قال لك في 2025 في شهر رمضان، يعني ما قالش في زيمبابوي، لا في الجزائر. يعني يا أمة اللي يفتخروا يقولوا احنا لدينا صخور، احنا لدينا احنا رانا قوة في المنطقة، احنا رانا شواكر تاع الافريك، احنا رانا قوة من المغرب. المغاربة ما استطاعوش انهم يعيدوا، المغاربة راح يبقاو بدون الكبش هذا العام، المغاربه راه ما راحش يعيدوا. يا ربي شوف المعاناه، ايش هذا المعاناه هذه؟ واش السبب؟ سبب البوليزاريو، لان كل ما حد زاد حبكم للبوليزاريو راح تزيدوا في المعاناه في الجزائر. النهار تطردوا البوليزاريو من الجزائر الى اتجاه مالي، ما تزيدش تدعموا بوليزاريو ضد المغرب، راح توليوا بخير وعلى خير، راح تستمتعوا بكل ما هو خيرات في الجزائر. ولكن ما حدكم راكم متشبتين ببوليزاريو راح تعانوا الفقر والمجاعه في الجزائر. هذه الصراحه ما نكذبوش على ربي. لكن كل ما حد راكم تمولوا في بوليزاريو ضد جار المغرب، هذا راح يجي لكم بالمعاناه داخل الجزائر، لان من المفروض هذه الاموال اللي تصرف على النظام، على هذا البوليزاريو تصرف على امور احتياجات المواطن الجزائري، ولكن لا، النظام الجزائري فضل البوليزاريو على المواطن الجزائري. النظام الجزائري فضل بوليزاريو على الشعب الجزائري، وانتم كذلك تصفقون له. احنا معاك بوليزاريو، احنا معاك عمي جابون، احنا معاك
صرف. حنا بلاد الكرام، بلاد الخير، حنا رانا ندعموا في الناس، حنا ندعموا في الشعوب الطاهره. على جالك انت راك تعيش في سويس، على جالك انت راك ما شاء الله ما خاصك حتى خير، وانت راك دايزه فيك خير يا رب العالمين. انت بنفسك، انت راه دايزه فيك، علاه تكلم على الناس يا اخي؟ لا اله الا محمد رسول الله. عطيونا رايكم خوتي العزاز.